رسميا رحيل نيمار للهلال السعودي. لو انت كنت سألتني من كام سنة كده لو الصفقة دي حصلت يعني مكنتش هدي اهتمام قوي. بس الصراحة الصفقة دي نزلت كده خبطت على دماغي لما نزل الخبر ده من يومين. دلوقتي ورسميا ميسي وكريستيانو ونيمار وسواريز وبنزيما وناس تانيين كتير بره اوروبا. النهارده انا مش جاي اتكلم عن صفقة نيمار خالص، هقول عليها كلمتين كده صغيرين، لكن احنا النهارده هنتكلم عن انتهاء العصر الذهبي لكرة القدم. العصر اللي احنا كبرنا واحنا بنتفرج عليه واللي انا لحقته بالعافيه وناس كتيره قدي وممكن اكبر مني الحمد لله لحقوا وقدروا ان هم يتفرجوا على اعظم اتنين لعيبه في التاريخ، لكن للاسف واحد دلوقتي بيلعب في شرق الكوكب والتاني بيلعب في غرب الكوكب. هل هتفضل الساحره المستديره بنفس الجوده والقيمه اللي احنا كنا متعودين عليها؟ هل هيقدر يظهر نجمين او اكتر من نجمين في العصر اللي جاي يقدروا ان هم يغطي على الانجازات الكتيرة اللي عملها ميسي وكريستيانو، ولا هنشوف عصر فقير جدا في المواهب الكروية وفقير جدا في متعة الماتشات اللي احنا كنا متعودين عليها؟ إجابة السؤال ده هجاوب عليه في حلقة النهاردة، بس لو مهتم أكتر باللي احنا بنقوله ومهتم بالفيديوهات اللي احنا بننزلها ما تنساش تنزل تعمل لايك وتنزل تشترك في القناة علشان عايزين نوصل لأول 1000 مشترك في خلال الفترة الجاية. ده هدفنا الأساسي وعايزين نوصل له في أسرع وقت ممكن. فلو عجبك المحتوى اللي احنا بنقدمه ما تبخلش علينا بدعم. معاكم محمد ممدوح، وعلشان ما اطولش عليكم يلا بينا نخش في الليل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا بس نقول كده ايه كلمتين على صفقة نيمار. عايز ابدأ الاول واقول رأيي عن نيمار. نيمار بالنسبة لي الصراحة كان هو اكتر لعيب قريب جدا من مستوى ميسي وكريستيانو، وفعلا كان ممكن يقدر يعديهم ويقدر ان هو يبقى احسن منهم بكتير، بس للاسف لولا عقليته ودماغه المتخلفة يعني هو اللي دمر مسيرته الكروية بدري بدري. عمري ما هقتنع بان نيمار لعيب عظيم. فعلا هو لعيب كويس جدا وفعلا شفنا منه حاجات كتيرة وقدرنا ان احنا نشوف منه مسيرة كروية تقيلة وقوية، لكن عمري ما هقدر اقول عليه لعيب تقيل لان دايما كان عقله بره الملعب، دايما كان عقله بره كرة القدم. لكن الكلام ده ما ينطبقش على المعزتين دول. ميسي وكريستيانو كانوا دايما رقم واحد في دماغهم هي كرة القدم، علشان كده هم قدروا يحققوا انجازات كتيرة لغاية دلوقتي مفيش حد قادر يوصل لها، ولا عمر حد هيوصل لها بعد سنين كتيرة. لكن للأسف دايما نيمار وزيه زي لعيبة تانية كتير كانوا دايما دماغهم في حاجات تانية، كانوا دايما دماغهم بره ملعب كرة القدم. رغم ان عندهم الموهبة التقيلة لكن ما عندهمش العقل اللي يكمل لهم الموهبة. بالرغم من كل الامتيازات اللي هياخدها نيمار في الهلال والطيارة اللي تحت امره والعربيات اللي هتجيله وكل الكلام ده، يعني انا مش هنكر طبعا هي صفقة قوية جدا بالنسبة للدوري السعودي وحاجة قوية جدا نفتخر بيها احنا كعرب، لكن برضه هيظل نيمار بالنسبة لي لعيب مش هقدر اقول عليه لعيب اسطوري. وخلينا بقى نعدي الحتة دي ونرجع لموضوعنا المهم. هل هتفضل كرة القدم عايشة بعد رحيل ميسي وكريستيانو عن اوروبا؟ هل فعلا هيفضل عندنا احنا كمشجعين الشغف ان احنا نقعد ندور على مواعيد الماتشات ونقعد نستنى الماتشات علشان نشوف ونتفرج عليها ونستنى متعة الكرة؟ لان انا مش هنكر في لعيبة كتيرة اتشهرت بكرة القدم زي هالاند ومبابي ومحمد صلاح وناس تانية كتير، لكن ميسي وكريستيانو ما ينطبقش عليهم الكلام ده. ميسي وكريستيانو هما اللي شهروا كرة القدم. انا كنت دايما اعرف ناس كانوا بيفتحوا يتفرجوا الماتشات، يعني يفتحوا يشغلوا الماتشات علشان يتفرجوا على ميسي او كريستيانو، مش علشان يتفرجوا على الفريق اللي هما بيشجعوه. فهل فقدت كرة القدم بارقها بعد ما الاتنين دول خلاص بدأوا يشطبوا وقربوا على الاعتزال؟ ولا هل يا ترى هنشوف مواهب صاعدة كتيرة في السنين اللي جاية هيقدروا إن هم يقربوا من الإنجازات التاريخية اللي هم حققوها وممكن يعدوهم؟ سيب لي رأيك تحت في الكومنتات، بس لو عايز رأيي أنا رأيي للأسف ده مش هيحصل. في آخر كام سنة اللي أنا لاحظته إن يعني المواهب بقت فقيرة جدا حول العالم كله، مش في أوروبا بس، المواهب ما بقتش موجودة في العالم كله. حاليا كرة القدم بقت رقم واحد اولا واخيرا وهي الفلوس والاستثمار. النادي دلوقتي بقى بيحاول يدور ان هو يستثمر اكتر من ان هو يكسب بطولات. زمان كانت مبالغ الصفقات كانت صغيرة جدا فالناس ما كانتش بتدور على الفلوس قد ما هي ما بتدور على انها تلعب كورة، لكن حتى دلوقتي انت ممكن تسمع عن لعيبة كتيرة
لعيبه لسه جديده، لعيبه لسه شابه، يعني انا اسف يعني ما ينفعش انها يدفع فيها مبالغ كبيره زي دي. والسبب برضو اللي كان في الموضوع ده واللي كان بداية الموضوع ده هو برضو نيمار. نيمار من صفقة رحيله من برشلونة لباريس سان جيرمان اللي كلفت خزينة النادي 222 مليون يورو، كانت هي أغلى صفقة في التاريخ، هي اللي بدأت الموضوع ده. من ساعة الصفقة دي وكرة القدم بقت بتنحدر ناحية الفلوس، إن من الآخر اللي معاه فلوس معاه مشروع معاه نادي معاه إنجازات. علشان كده مواهب كرة القدم بقت فقيرة جدا، المواهب دلوقتي بقت بتموت في مقابل الاستثمار. فأنا للأسف يعني رسالتي لكل مشجعين الكرة اللي بيتفرجوا عليا دلوقتي ولكل مشجعين الكرة اللي أنا بقعد معاهم، يعني جهزوا نفسكم لفترة طويلة هتبقى جافة جدا من كرة القدم، وهتبقى جافة جدا من متعة الماتشات، وهنشوف عصر فقير جدا من مواهب كرة القدم. على قد ما انا متضايق وانا بقول الكلمتين دول، بس على قد ما انا مبسوط ان انا الحمد لله لحقت اتفرج على احسن 2 لعيبة جم في التاريخ واحسن لعيب مصري جه في التاريخ. وبكده انهي حلقة النهاردة. انا النهاردة ما كنتش جاي ارغي، انا بس النهاردة كنت جاي اقول الكلمتين اللي انا كان نفسي اقولهم وحبيت ان انا اقولهم واشارككم بيها. وصلنا لنهاية الحلقة ولسه بتتفرج دلوقتي، انزل اشترك في القناة علشان عايزين نوصل لأول 1000 مشترك في خلال الفترة الجاية في أسرع وقت ممكن. ده هدفنا وعايزين نحققه. لو عجبك المحتوى متبخلش علينا باشتراك، واشوفكم الحلقة الجاية في جولة الماتشات اللي جاية. سلام.